بسم الله الرحمن الرحيم. قناة راضي فيد أهلاوي بتقدم لكم النهاردة موهبة مميزة كلكم طبعا عارفينها. هو النجم الصاعد إن شاء الله، واللي يكون له بإذن الله شأن كبير في الكرة المصرية بإذن الله تعالى. يوسف راضي. يوسف راضي النهارده كان في عنده تمرينة وأداها بجدية واقتدار، وكان مجتهد في التمرين وعنده عزيمة وإصرار على إثبات الذات. يلا بينا نتابع أحد فقرات التمرين النهاردة ونشوف مدى الجدية في الأداء من يوسف راضي. ايوه خد من مره واحده، من مره واحده يا سيدي، برافو عليك، برافو يا ولد. ايه الجمال ده؟ كويس. برافو. ايوه 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 حط. ها حط. ايوه ايوه ولا لا، مره واحده، مره واحده يا سيدي. بص خد على صدرك، على صدرك. ايوه معلش، يلا روح يلا. كويس. خد. ها ايوه، ها اجري. ها اقف. ها اقف زي ما انت. ريح بعد الكرة دي. برافو عليك. ايوه ايوه شمال، برافو يا ولد. ايه الجمال ده؟ ايوه نشن كده وكده. ايه بص، افتخر وانا بلعب اهو. يلا شمال، شمال يمين. ايوه شمال، ايوه شمال، ايوه برافو. ريح لسه. بره الشغل. ارفع صدرك يلا لفوق، يلا صدرك لفوق يلا. ورجعنا لكم مرة تانية عشان نتابع ونشوف يوسف راضي مواليد 2013. وسبق له انه اتقدم في اختبارات والحمد لله ربنا كرمه ووفق فيها، ولكن هو امله كبير في انه يكون مكانه في نادي كبير بإذن الله، ليثبت ذاته ويكون له شأن في الكرة المصرية. يلا بينا نتابع فقرة تانية من فقرات تمرين يوسف راضي في يومياته النهاردة. شوية سيطر على الكورة مع يوسف، سيطر على يوسف. ايوه اعمل الباص سليم. ايوه ايوه برافو. يلا يوسف، شوف الحركة، شوف الحركة. ايوه يلا برافو. احسن تفريغ العدس احسن من يوم ما انت كنت تاكل لحمة وملوخية. هو ده نفس الحصان. صح. ايوه كمل. ارفع وشي. ارفع وشك بقى. اللعيبة، رجعنا لكم مرة تانية عشان نعرفكم إن يوسف راضي بيلعب بقدمه اليسرى ومميز جدا في المراوغة، ولعيب بيلعب في مكان الجناح اليمين والجناح الشمال أيضا، وكمان بيجيد اللاعب في مركز وسط الملعب كصانع ألعاب. ويلا بينا نتابع أحد فقرات تمرينات يوسف راضي مع بعض.
ورجعنا لكم تاني علشان نتكلم عن مميزات يوسف راضي. يوسف راضي لعيب مميز ورائع، عنده قدرة كبيرة ما شاء الله في إحراز الأهداف، سواء من خلال المراوغة والوصول للمرمى، أو من خلال الانطلاقات السريعة وتسديد الكرة في إحدى الزوايا، أو من خلال التسديد على المرمى. ويوسف راضي أكدت القناة في خلال فيديوهات سابقة بأن هو عنده ملكة وقدرة على إحراز الأهداف، وده موجود في فيديوهات داخل القناة. يلا بينا نتابع أحد فقرات تمرينات يوسف راضي النهاردة. ورجعنا لكم تاني عشان نقول لكم إن يوسف راضي عنده كمان قدرة على المراوغة وصناعة الأهداف. يوسف راضي بيصنع الأهداف بسلاسة وبيسر لزملائه، ما شاء الله. صناعته للأساسات جميلة ورائعة، ولتأكيد كلامنا دوت ادخلوا على القناة وعلى فيديوهاته هتشوفهم قد إيه يوسف راضي عنده القدرة في إن هو بيصنع الهجمات، سواء من نصف الملعب أو من خلال مكانه في أحد الجناحين، جناح اليمين أو الجناح الشمال، وبيقدر يعمل الأسيستات لزملائه لإحراز الأهداف وإمتاع الجماهير. يلا بينا نتابع يوسف راضي في فقرات تمرينه النهاردة. اتحرك من على الارض، شيل نفسك من على الارض يا يوسف. رجلك تطلع من على الارض يوسف. رجلك تطلع من على الارض فوق شويه. شوف مصر ومحمد شغالين ازاي، انا زيهم. ايوه حط تاني. ارفع رجلك يلا من على الارض يلا. ولا ارفع رجلك من على الارض يلا. ما تحسسش نفسك بالخمول والهبطان. تحدى الحاجات دي خالص. انت عامل تمرين جامد اهو. ما اكل لحمه النهارده وملوخيه؟ لا. بقول لي لا. العيد خلاص خلص. ايوه. واحد ينطق والاثنين يطول. على طول. لا لا، الكرة تنزل على طول تمسكها. بس بص تنزل. خد الدوران على طول. على طول ايوه على طول. انا عايز سرعات. عشان تروح على الجول مش بتاخد الكرة بسرعة. واخد الكرة دي بقى واروح على طول مرة واحدة. انا ما بستنيش بقى نطة والكلام ده، انا عايز اخد الكرة وهاجي الجول. ما اخدش وقت. الثانية الثانية الثانية. ايوه ايوه كده بسرعة. تعالى كويس. ايوه اسمع ونفذ على طول.
في آخر الفيديو بتاعنا بنتمنى منكم الدعوات لأن ربنا سبحانه وتعالى يكرم يوسف راضي ويوفقه بإذن الله، وإن يكون له شأن كبير في الكرة المصرية، لأن طبعا الإنسان بيحتاج الدعم دايما عشان ربنا يكرمه بجانب اجتهاده وبجانب سعيه وبجانب الشغل على نفسه وبجانب إن هو يكون بيسعى لتنمية موهبته ويبذل الجهد والعطاء عشان ربنا يبارك له ويرضيه. أيضا محتاج إن هو يكون ملازم طريقه إن يكون مع ربنا سبحانه وتعالى عشان ربنا دايما يلازمه بالتوفيق، وكمان محتاج دعم الجماهير ودعم الناس. فإحنا بنقول لكل اللي بيحب على طول خد القرار كويس يا يوسف، كويس. اهم حاجه القرار، اهم حاجه الايه؟ القرار. اول ما الكوره تيجي، طب انا هنط الكوره ليه؟ ليه؟ ملهاش لازمه. انا باخد الكوره عشان تجري هوب اخدت الدوران بس فين؟ اخر الدنيا. يلا ها احسن كويس على طول بسرعه. الله ينور عليك، ايوه كده. يلا يا يوسف، عايزك بقى وانت ماشي هتعمل حاجه ننفذها. قدرنا نسيطر على الكوره، عندنا الشغل المهاره اهو بتاعنا اهو، نسيطر على الكوره. ايه اللي ممكن نعمله بقى؟ اول ما بسيطر واخد الخطوات وشي مرفوع فوق عشان ابص على الجول. الزاويه اللي انا احط فيها الكوره فين؟ في الهدف اللي انا عايز اجيبه. خلاص؟ احسن. ايوه. ارفع وشك. ارفع وشك، ايوه كده. من بدري فاهمني؟ لازم تكون لماح يا يوسف. تكون لماح. احسن. كويس. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا محمد يعني؟ فاحنا بنقول كل اللي بيحب يوسف راضي ان هو يدعمه بالدعوات وانه يتمنى له الخير طبعا، والدعاء دايما بيكون حاجة كبيرة بالنسبة لان الانسان ربنا سبحانه وتعالى يرضيه ويوفقه. فالدعوات دايما وابدا بتكون يعني حاجة كبيرة بالنسبة للانسان وحاجة حلوة وجميلة، لانها طبعا بنطلب من ربنا سبحانه وتعالى، وهو عطايا ربنا سبحانه وتعالى هي اللي بتكون سبيل النجاح وسبيل التوفيق. فمع تمنيات النجاح وسبيل التوفيق. فمع تمنياتنا ليوسف راضي بالتوفيق، ومع تمنياتنا لكل متابعين قناة راضي فيد أهلاوي بأن هو ربنا يسعدهم ويرضيهم ويبارك فيهم. وبنشكركم جميعا على دعمكم المتواصل لقناة راضي فيد أهلاوي. في آخر الفيديو
راضي في الأهلاوي. في آخر الفيديو كمان بنقول لكل مشترك في قناتنا يشرفنا ويسعدنا اشتراككم في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد، ولايك وإعجاب بيسعدنا وبيفرحنا. مع تحياتي راضي في أمان الله وحفظه.